اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مطبخ سوما. تعالوا النهاردة نعمل كيكة الافاتار او كيكة الجيلي اللي الوانها تجنن دي. في الجو الحر ده بنبقى عايزين اي حاجة ترطب بقى كده علينا، والاطفال كمان هيحبوها جدا. شكلها روعة وكده تفتح النفس. وبصوا تحفة يعني بصراحة. تعالوا بينا اقول لكم عملتها ازاي بكل تفاصيلها. بصوا انا جبت النوع ده من الجيلي كوكس. كل نوع وليه طريقة يعني معينة. دي الطريقة اللي على العلبة أنا حطيت لها مية سخنة بس، لكن في أنواع تانية بتحط لها مية ساقعة ومية سخنة. هنعمل بقى ده بمية سخنة بس. بحط الجيلي كده، وبحط عليه مش عارفة تقريبا كوباية مية أو 500 ملي من المية السخنة. وبعد كده بنقلبهم كويس. وبعد كده بحطها بقى كل نوع بحطه في طبق لوحده. وبعد كده بندخله التلاجة، وهقول لكم كمان شوية هنعمل ايه. عملت اول نوع معايا اللي هو كان بالموز او اناناس، مش فاكرة تقريبا. بعد كده هنعمل النوع التاني اللي هو بقى بالفراولة بنفس الطريقة. هحطها بقى في برضو طبق لوحده منفصل. أه هقول لكم ليه في الاخر بنحطهم في اطباق لوحدها، عشان انا عايزة كل لون لوحده. اي طبق عندك، اي علبة، مش شرط زي اللي في الفيديو، اي حاجة عندك هتنفع. بس طبعا حاجة هتنفع تخش الفريزر تكون بلاستيك. هنحط بقى اللون ده كمان. ممكن برضو تزودي في الالوان يعني بتاعتك الالوان دي بتاعتك بقى، الانواع اللي انت تجيبيها بقى. ممكن نجيب لو عايزة تغمقي او حاجة تجيبي الوان صناعية برضو من عند العطار، تلوني الوان تانية. وكده خلصنا بقى تاني حاجة، تاني نوع معانا. بعد كده هنسيبهم بقى، هندخلهم من الفريزر اهو زي ما انتوا شايفين، ساعة ساعتين على حسب ما يجمد بقى. واقطعه كده زي ما انتوا شايفين بالسكينة مربعات. هيبان دلوقتي هو بس عشان الطبق فاتح فمش باين معانا. هنقطعه كده بالطول وبعد كده نقطعه بالعرض. اي بقى شكل معاكي تقطعي زي ما انت عايزة، مربعات، مثلثات. المهم يكون ايه، هتبقى حتت كده كل قطعة كده لوحدها، عشان تشوفوا ايه الشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو النهائي. وهنعمل فيه اللون ده كمان زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هننزلهم بقى في طبق، وهتشوفوا الالوان دلوقتي شكلها تحفة وممتعة حتى للاطفال كمان، وانت بتعمليها كانوا فرحانين قوي. هنزلهم بقى في طبق. بصوا شكلها ممتعة يا جماعة، والوانها تحفة. مكعبات الجيلي هننزل بالاحمر، وبعد كده هننزل عليهم بالاصفر. ويخليكوا برضو ايه حنينين عليها كده عشان ما يتفتفتش، عشان احنا عايزين ال الشكل يبقى حلو، المربع كده واضح في الكيكة عشان ما يتهريش بس معاكي. تقليبه صغننه كده بالسباتيولا بس بحيث الالوان تخش مع بعضها. وبس هنركنهم على جنب. ونيجي بقى نعمل الخطوه التالتة اللي هي بقى بتاعه اللبن. ممكن تجيبي اي نوع لبن عادي. انا جبت فضلت اللون اللبن اللي هو بخيره، مش اللبن بتاع اللبان. هحطه و ساقع عادي. حطيته. وبعد كده بقى نعمل الخطوة الأخيرة ديت اللي هي معلقتين كبار جيلاتين. هنحطهم بس في كوباية كده أو أي حاجة بره، وهنزل عليهم بقى بمية مغلية على حسب ما الجيلاتين يدوب. يعني على حسب ما الجيلاتين يدوب هتفضلي تقلبي، ولو زاد مية تاني هزود لغاية لما يدوب خالص معايا ويبقى سائل كده. بس هو بيبقى تقيل كده ولزج شوية. انا هوريكم القوام اللي احنا نوصله، المهم ان هو يدوب معاكي. بعد كده هجيب اللبن وهنزل بقى بنص كوبايه سكر، او على حسب التحليه اللي انت عايزاها دي بتاعتك انت. انا نزلت بنص كوبايه سكر وكان كويس ومسكر وحلو يعني، على حسب رغبتك. وهنقلبهم مع بعض. بعد كده هاجي اجيب الجيلاتين
وهجيب مصفى برضو هصفي الجيلاتين عشان ممكن يكون في اي رواسب تنزل معانا في اللبن وتكتل، مش هيبقى شكلها لطيف يعني في التقديم بعد كده. انا عامله لكم كل حاجه بالتفصيل اهو، هي سهله جدا وبسيطه، هو بس الوقت التفريز وان انت تدخليها في الفريزر عشان تمسك معاكي، هو ده اللي بياخد وقت. نديهم بقى تقليبه كده بسيطه السكر والجيلاتين مع بعض. بس كده هننزل بقى من مكعبات الجيلي اللي احنا عملناها على اللبن اللي احنا خلصناه ده. نمسح كده وننضف بس كده. هتجيبي بقى اي قالب عندك انت عايزه تحطي فيه، انا جبت القالب ده بتاع الكيك ده، ممكن برضو اي صينيه اي حاجه عندك. هندهنها دهنه كده من الزيت بسيطه عشان لما تيجي تخرجيها من القالب وتاخدي الشكل الاخير اللي احنا خدناه ده يبقى سهل عليكي وايه تنزل كده معاكي على طول من غير اي صعوبه. بعد كده هننزل بقى بمكعبات الجيلي على اللبن. بصوا الالوان شكلها تحفه، انا لو كنت زودت الوان كمان كان برضو هتبقى شكلها احلى. بس كده. وممكن تقللي برضو كمية اللبن، انا حاسة ان اللبن كان ازيد شوية، ممكن يعني نشيل من نص كيلو ده ربع كوباية او نص كوباية على حسب المقدار اللي انت هتقدمي فيه. يعني هي المقدار ده خد الصينية دي وخد طبق صغير تاني كده برضو اللي كان في الفيديو. وعلى الفريزر بقى من 3 4 ساعات كده لغاية لما تجمد معاكي، هي مش بتاخد وقت. وده كان شكلها النهائي. وهمية يا جماعة، طعمها حلو وينزل كده على القلب يرطبه، مش عايزة اقول لكم تحفة. وافكار جديدة من الجيلي المعتاد اللي احنا بنعمله. بصوا الالوان خطيرة وتحفة، الولاد حبوها جدا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، واستنى رأيكم في الكومنتات، واستناكم في حلقات جديدة. ما تنسوش الاشتراك في القناة. ده ايد ادم طبعا، بصوا مش قادر يستنى يعني لغايه لما نخلص تصوير. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واستناكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.